النهارده هنتكلم عن اللينير سيرش. اللينير سيرش الجوريثم بيبقى عبارة عن ان انا عندي فاليو عايزه الاقيها في array او list. فبعمل ايه؟ الالجوريثم بيقول ايه؟ ان انا هعدي على كل element، اقارن الفاليو دي موجوده ولا مش موجوده، واحده واحده. ولو موجوده هرجع البوزيشن او الاندكس بتاعها، مش موجوده هرجع ماينس 1. زي ما احنا شايفين كده، عندنا هنا الليست فيها كل الأرقام دي، وعندنا اللي هي التارجتد فاليو اللي هي 33. بيبدأ من أول الأري، طبعا ده أساسي لازم يبدأ من الأول، ويفضل يقارن أول واحدة 33 33 33 33 33 33 أهي لقيتها هيرجع البوزيشن. ده هو اللينير سيرش. يبقى اللينير سيرش الجوريثم بيبقى معتمد، عايز array وعايز targeted value. تعالوا نشوف هنكتب ازاي ده على بجافا سكريبت كود. زي ما قلنا حضرت الاول array وعندنا target value، عايزين نشوف الستة دي موجودة في الarray ده ولا لا. هعملها ازاي؟ هكتب function الالجوريثم بتاعي، هسميه مثلا linear search. linear search دي هتاخد array وهتاخد التارجتد value. هنعمل ايه بقى؟ احنا قلنا هنعدي واحدة واحدة، فاحنا لما نيجي نعدي واحدة هنعمل فول لوب. تمام. هنقول بقى الفول لوب دي، سوري، هتعدي بقى الاي على كل ايه واحده واحده. فانا دلوقتي هقول والله الاري اللي هو سوري، خلينا نعمل اف كونديشن دلوقتي عشان انا عايزه اكومبير. اقول والله لو التارجت فاليو دي هي نفسها الفاليو اللي في البوزيشن في الاري ده ولا لا. فهقول له اري اي، يعني شوف لي كده الاري الفاليو اللي في هنا دي ايه. 0 1 2، سوري 1 2 2 6 3 9، مش عارفة ايه 4 هتبقى 5. احنا عشان الاري بيعدي من 0 ل1، فانا ايه مش عايزة الخبط نفسي. فيساوي التارجتد فاليو، لو هي موجودة رجع لي. طبعا احنا بنرجع البوزيشن، ممكن نرجع ترو، نرجع فولس، نرجع مثلا فاليو معين، بس المتعارف عليه ان احنا بنرجع ايه الاندكس. لو مش هي، يعني لو مش سوري لو مش موجودة، هنخليه يرجع ماينس 1 بس. وبناء عليه بقى لما اجي انا عايزة انده الفانكشن دي، هروح ايه عاملة، خليني نعمل linear search كده. خلينا نقول مثلا net مثلا found اي حاجة، يعني هنقول له البتاع دي جت ولا ما جاتش. فهنقول له ايه بقى، انده linear search دي واديها الاري بتاعنا. هي الفكرة بس خلينا نسميه حاجة غير هنا الاري عشان بس ما يلخبطلناش الدنيا. الاري، وخد هنا ايه التارجتد فاليو. هنقوله بقى cons log الفاوند فاليو. خلينا كده نشوف مع بعض لما اجي اعمل هنا اقول له. احنا كنا واقفين عند ان انا عملت linear search وعملت الفانكشن اللي بتلف واحده واحده على كل حاجه وبتقارن الفاليو وبترجع تشوف بقى هي فاوند ولا لا، هترجع البوزيشن. خلينا نشوف بقى كده، خليني ارن الفايل ده. 2 معناه انه لقى الستة، زي ما قلنا له التارجتد فاليو دي اللي هي 6 في بوزيشن رقم 2 0 1 2. خلينا نحط فاليو مش موجودة مثلا 8. نرن تاني ماينس 1. ماينس 1 معناه انه ما لقاهاش. طيب الكومبلكسيتي بتاعت الالجوريثم ده هي هتبقى او ان. ان طبعا هي النمبرز بتاعت الفاليو، لان هو كل شويه هيعدي ويقارن هيعدي ويقارن. طبعا لو الاري دي طويله جدا هيبقى برضو performance سيء. بس complexity ان هو يبقى في اول واحد، ان احنا رقم واحد مثلا تارجت دي، ان انا اول ما ادخل البتاع هتبقى هنا ايه او بون، البيج او هتبقى بون. بس كده. اتمنى ان طبعا سوري قبل ما اقفل، امتى بنستخدم الالجوريثم بتاع اللينير سيرش؟ بنستخدمه لما يبقى عندنا الاري مش sorted بالمنظر ده، عشان كده ببقى محتاجه الف واحده 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 على البتاع ده.
طيب لو هو وِحِش كده مثلًا أو لمّا بيبقى عندي حاجة كبيرة، إيه best practice؟ في حاجة اسمها binary search. binary search دي هنشرحها مرّة تانية، بس باختصار كده إن أنا لازم يبقى الarray عندي sorted، يعني ده الprerequisite، تبقى مترتبة، وباخد عندي زي 2 pointer كده أو 2 index من الmid والstart، وأبدأ أشوف الvalue بتاعتي هنا والّا هنا والّا لأ. أنا مش عايزة ألخبطكم هنا، المرة الجاية نبدأ فيديو فيه الbinary search، ولكن هي إيه، بتبقى شوية أفضل من الlinear search. وشكرًا.